واحد النقطه ما عرفتش واش غادي تتفقوا معايا فيها ولا لا، وهي اننا الا بغينا نمشيو بعيد في هذه التظاهره هذه ولما لا الحصول على اللقب، هو اننا نزيدوا نضغطوا على وليد الركراكي اكثر، لان وليد الركراكي من المدربين اللي كيحب انه يعمل تحت الضغط، وبالتالي فلما لا اننا نضغطوا عليه اكثر باش نوصلوا لابعد نقطه. كما شفنا من بعد المباراه ديال مالي والتعادل المخيب للامال، توجهات انتقادات وكان ضغط كبير على وليد الركراكي، فشفنا ان وليد الركراكي تنازل على بعض الاسماء اللي كان كيامن بها وكان مصر الاشراك ديالها في جميع المقابلات كامرابط، وكذلك الياميق. فالان تخلى على امرابط، حطوا لنا في الدكه واعتمدنا على العيناوي. شفنا الفرق. كذلك ماسينا كقلب دفاع، اللهم بارك وزيد في ذلك. واخا ان يعني اليوم في هذا الماتش هذا ضد زامبيا ما الدفاع ديالنا ما تختبرش، بحكم ان زامبيا يعني ما شداتش الكره وكان ضغط كبير عليها من طرف المنتخب المغربي، وبالتالي ما شفناش يعني ان زامبيا خرجات ونورات وخلتنا يعني نوقفوا على جاهزيه ماسينا في قلب الدفاع. يعني ما تختبرش لحد الان، ولكن انا افضل ماسينا على الياميق، وافضل اي لاعب اخر على الياميق حتى نكون واضحين. وكما قلنا يعني الا بغينا نمشيو بعيد خصنا نضغطوا على وليد الركراكي. وليد الركراكي كما شفنا حتى مع الوداد كان عليه ضغط كبير، لا من طرف الجماهير ولا من طرف الصحفيين ولا من طرف كل محبين الوداد، فهذا يعني داك الضغط هو اللي خلاه يجيب لهم اللقب. كذلك كنظن الا ضغطنا على وليد الركراكي ماشي غادي نضغطوا عليه باش ان يعني سلبا، وانما ضغط ايجابي، يكون ضغط ايجابي باش ان شاء الله اننا نوصلوا لابعد نقطه في هذه التظاهره.